السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم عمو جمال في قصة جديدة من التاريخ. مش قصدي ان انا اقول التاريخ بالتواريخ والحاجات بتاعته المظبوطة والتفسير بتاعه، لا، انا قصدي ان انا احكي حكاية معاك تتعلم منها صفة من صفات العرب، صفة وفاء، صفة مروءة، صفة صدق، صفات جميلة جدا في العرب. ربنا اختار سيدنا محمد يبقى في وسط العرب، واختاروا يبقى عربي عشان عارف ان العرب اجدع ناس، اجدع ناس في كل مكان. تحية لكل عربي، تحية لكل شبر من ارض العرب، تحية لسوريا الحرة، تحية للسعودية والامارات وقطر، تحية مصر، تحية لكل الوطن العربي. تعالوا اسمعوا القصة دي، استنوني ما تمشوش بعيد. بطل قصتنا النهارده يمكن كتير ما سمعش عنه، اسمه العباس ابن المسيب ابن زهير. مين العباس ابن المسيب؟ ده كان كبير الشرطة ايام المأمون. المأمون ده كان خليفة من خلفاء الدولة العباسية. بداية قصتنا افهمكم حاجة، ان الدولة الاموية كانت واخدة مقر الحكم في دمشق. العباسيين اخذوا الحكم وحطوه في العراق، تحية لاهل العراق، وبنوا مدينة بغداد. المأمون ابن هارون الرشيد. هارون الرشيد طبعا انتوا عارفينه، هنتكلم عن مواقف ليه كتير. المهم في يوم المأمون ندم واحد كبير الشرطة العباس وقال له: شايف الراجل اللي نايم ده؟ بص العباس لقي راجل نايم وملامحه مش باينه من الدم ومرهق خالص. قال له: يا عباس، انت لازم تاخد الراجل ده وتخلي بالك منه، ما تحبسهوش في السجن، احبسه في بيتك. احبسه في ايه؟ في بيتك، وخلي بالك منه. العباس قال: يا ده مشكله كبيره، ليه المأمون قال لي بالذات خلي بالك منه؟ ايه اللي عمله؟ قيدوا بالقيود وخدوا معاه وداه البيت. وهو بيديه البيت قعد وراح يدخل له الاكل بالليل. قال اقعد معاه شويه والسامر معاه. وهو بيسامر معاه العباس فكره راح لبعيد. بعد الراجل قال له: مالك يا كبير الشرطة؟ بتفكر في ايه؟ قال له: انا بفكر في اهل الشام، اهل المروءة، اهل الرجولة، اهل الصداقة، الوفاء، الامانة، الصدق. قال له: كل ده في اهل الشام؟ طبعا اهل الشام ناس الف الالف. قال له: طب انت تعرف مين من اهل الشام؟ قال له: اعرف واحد اسمه أبا مروان الحارسي. الراجل حط وشه في الأرض وسكت. العباس سأله قال له: تعرف أبا مروان ابن حارس؟ قال له: قول لي إيه اللي حصل معاك وأنا أقول لك أعرفه ولا ما أعرفوش. قال له: قول. العباس قال له: قول. قال له: لا، مش هقول غير ما تحكي لي القصة بتاعتك معاه. قال له: احكي لك طالما انت من اهل الشام، احكي لك يمكن تعرفه. قال له: فاكر زمان في اهل الشام؟ قال له: متى بالظبط يا رئيس الشرطة؟ عاوزين تعرفوا امتى وعارفين ايه زمان حصل ايه؟ استنوني لحظة واجيلكم. رجعت لكم تاني، وحشتوني في اللحظة دي. المهم العباس فكر شوية وقال له: فاكر زمان اما كان في اضطرابات في دمشق؟ قال له: فاكر ايام ربنا ما يعودها، ربنا ما يعودها يا رب، ربنا ما يعودها. قال له: ايوه. قال له: انا كنت كبير. العباس قال له: انا كنت كبير الشرطه هناك، فجاه لقيت الناس جايه من شمال ومن يمين، من شرق ومن غرب، وحوطوا الشرطه. انا عرفت اطلع، عرفت اهرب، بس فضلت طاير. لمحوني، فضلوا يطوروا ورايا، اخش حاره يخش ورايا، شارع يخش ورايا،
اخش اي مكان يخش ورايا لغايه ما عرفت اهرب سنه ولقيت بيت، خبطت انقذوني، الحقوني الحقوني الحقوني. صاحب البيت قال مين؟ قال له انا العباس كبير الشرطه. قال له فتح الباب ودخلني بسرعه، دخلني وجرني كده ورماني في الصاله وانا سايح دم وتعبان ومرهق، وقفل الباب. خبطوا عليه الناس، غمضت عينيا وقلت خلاص الراجل ده من دمشق وهيبيعني، وسلمت امري لله. لقيته قفل الباب وطلع اتكلم مع الناس، وسمع صوت الناس بصوت عالي بيقولوا لا احنا شفناه دخل عندك، شفناه دخل عندك. في اللحظه دي اهل البيت خدوني ودخلوني مكان بيبقى قاعدين فيه الحريم. دخلوا الناس، فضلوا يفتشوا، طلعوا فوق نزلوا تحت، فضلوا يفتشوا في كل مكان الا المكان اللي فيه الحريم. قالوا لازم نفتش مكان الحريم. ابو مروان قال له ما ينفعش، قال له لازم نفتش، لازم نلاقي العباس. خلاص انا قلت خلاص امر الله يخشوا وياخدوني. فجأة حصلت حاجة، هم بيفتحوا الباب الستات فضلوا يصرخوا زي بتوع مصر العرب كله كده، الستات بيحبوا يصرخوا يعني، فضلوا يصرخوا الحقونا هتخش علينا البيت، هتخش علينا، ده احنا ستات، عيب عليك اللي انت بتعمله. الناس اتكسفت وطلعت وسابت ايه؟ سابت العباس، سابتني. العباس بيتكلم كلامه لابو مروان، وابو مروان بيبص له بعجب. كمل. قال له قعدت يوم عنده بيوكلني، التاني بيداويني، التالت بيكرمني، الرابع بيجيب لي هدوم كتير وبيلبسني. قلت له طب خلاص انا بقيت تقيل عليك وفي يوم من الايام هيمسكوني. قال له لا انت قاعد معايا لا موت لا تبقى انت بخير. قال له ايه المروءه دي يا ابو مروان؟ قال له احنا العرب كده عندنا مروءه، لو هنموت لازم ايه؟ لازم ننفذ المروءه بتاعتنا. قال له جزاك الله خير. قعد يوم التاني قال له طب انا في العباس قال لابو مروان، قال له انا في واحد معايا تابع هو ممكن ايه؟ ممكن ينقذني. قال له طب اديني اسمه. عطاله اسمه وراح احاور معاه. وفي تاني يوم لقي ابو مروان بيجهز الجمال وبيجهز اكل وشرب وحصنه وحاجات كتير. العباس قال في باله خلاص هيسافر هو ومراته وهيسلمني لاهل دمشق. خلاص انا ايه؟ انا ضاعت. انا ضاعت. قال له ازاي تضيع؟ مش هتضيع وانت معايا يا عباس، انت لازم تعمل ايه؟ لازم تركب وتمشي على طول، انا مأمن لك الطريق لغايه ما تروح تعدي دمشق وتروح العراق. وفعلا راح عدى وانقذه. دلوقتي قال له حكيت لك حكايتي، تعرف مين ابو مروان؟ اقول لكم مين ابو مروان بعد دقيقتين، لحظتين، ثانيتين، استنوني اقول لكم كلام كتير جميل. رجعنا لكم تاني عشان نعرف فين مروان الحارس. ازيك يا بابا؟ ازيك يا سكت عامله ايه؟ كويس الحمد لله. حكيت الحكايه لسه كملتها. ازاي؟ بص ازيك يا بابا؟ بابا مين؟ انا عمك يا بنت. يلا مش مشكله اقعد. ازيك يا مراد؟ ازيك عامله ايه؟ كنت فين؟ انتوا لابسين اللبس ده من امبارح؟ طب نكمل الحكايه؟ كمل الحكايه. طيب المهم الراجل بص له وقال له بص لي كويس يا كبير الشرطه يا العباس. بص له قال له ايه ده؟ ده انت مروان الحارس، انت اللي انقذتني. قال له ايوه انا اللي انقذتك والدور جاي عليك، انقذني زي ما انا ايه نقصتك، زي ما انا ايه انقذتك. قال له خلاص اطلع بره خده، وانا لو المأمون سألني هقول له اللي حصل وانا عملت اللي عليا كده معاك ووفيت بحقك. قال له هتموت يا عباس. قال له ما يهمش. قال له ايه؟ ما يهمش. قال له العرب دي عندهم الشهامه كبيره. قال له ما يهمش، اموت انت انقذتني لازم ارد لك الجميل. قال له طب خلاص. ابو مروان قال له خلاص انا برضو مش هسيبك، انا هبقى قاعد في الانبار ده حته في العراق. تحيه لاهل العراق، حبايبي اهل العراق، تسلم العراق واهلها وناسها. المهم راح في الانبار واستناه
قال له لو حصلت حاجه قول لي هرجع لك، لو المأمون سألك عليا ارجع لك. قال له وانت ممكن يموتك؟ قال له لا، ما انت هتموت نفسك وانا اموت نفسي وانا ما موتش نفسي. قال له خلاص. العباس تاني يوم راح ولبس كفنه تحت اللبس بتاعه وراح عند المأمون وقال له، المأمون قال له فين الراجل اللي كان معاك؟ قال له يا مولاي الراجل مشى، انا سبته يمشي. قال له سبت تمشي؟ يبقى لازم تموت مكانه. قال له انا مستعد يا مولاي. شال اللبس العسكري اللي عليه. المأمون بص له كده وقال له ايه ده انت لابس كفنك، انت محضر نفسك للموت؟ قال له ايوه. قال له بس بقى قبل ما اموت احكي لك حكايتي معايا يا مولاي. قال له احكي الحكايه. العباس حكى كل الحكايه. قال له صحيح؟ قال له ايوه. يعني الراجل ده ملوش اي صفه في الاضطرابات والمشاكل اللي حصلت واللي بتحصل؟ قال له لا يا مولاي، ده بيحب الدوله، بيحب الدوله العباسيه يا مولاي، وانا واثق من كده. قال له طب ما سابك ومشى؟ سابك وايه ومشى؟ قال له لا يا مولاي، هو مستنيني، مستني رأي، مستني حد يجي من عنده يقول المأمون عاوزك. قال له بتتكلم بجد؟ قال له ايوه. المأمون بعت له واحد عند الانبار وجابه. اول ما وقف قدامه قال له ازيك يا مأمون يا مولاي؟ قال له ازيك يا ابو مروان، اخبارك عامل ايه؟ قال له الحمد لله. قال له انت صحيح مالكش دعوه بالاضطرابات؟ قال له انا بحبكم من زمان يا مولاي، وزي ما حكى لك العباس انا كنت واقف معاه. قال له وانا عشان خاطرك وخاطر العباس، انت كنت وفي وهو وفي، انا لازم اكون اكثر وفاء. انا هسامحك واطلع لك مرتب شهري واخليك ذو مقام صاحب مكان عندنا، وكل حاجة تبقى كويسة عشان تعرف الناس ان العرب اهل المروءة. وزي ما انا بقول تعالوا شوفونا، احنا العرب اهل المروءة، الاخلاق فينا شامة، الاخلاق علينا علامة. احنا العرب فن، اخلاقنا زي الطرب. احنا العرب في كل مكان في كل زمان لوقنا الاخلاق من مولانا الخلاق. تحية لأهل العرب، تحية لكل مكان للعرب، تحية لسجدة والأبرار والبوسي، تحية لكل أبناء الوطن العربي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. سجدة هتقول لكم حاجة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. فعلوا الجرس. السلام عليكم.